أعتذر عن جميع الكلام اللي قلته ولا السب والشتم، رغم أن اللعن من الله، أنا ما لعنت أحد، لكن ما عاد نسجل فيديوهات خلاص، ولا أبغى حقوق ولا شيء، وأي واحد غلط عليه أقول له آه، يعني الوعد يوم الدين، يوم الحساب إن شاء الله، ولا عاد أبي أي شيء خلاص. لأن طبعا إذا كان لك حقوق في البلد لازم يكون عندك واسطة، واسطة في الحقوق، واسطة في كل شيء. حتى بنكك إذا عمل لك جمد حسابك بسبب هاكرز دخل عليك، لازم ترجع السعودية لكن الحمد لله عندي مداخل ثانية، والحمد لله على كل حال. لكن أعتذر من الجميع، أعتذر من الجميع وخلاص، ما عاد أبي أي شيء. أعتذر من الجميع، لأن لابد يعني شكلها كما لو كنت تسبح في في الرمال، في أحد يسبح في الرمال. عموما أعتذر من جميع الأشخاص اللي قلتهم واللي ذكرتهم، والله يوفق المملكة العربية السعودية، والله يوفق حكامنا وعصر سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، والله يوفق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصية القرن. هذا شيء ما في أي شك. المملكة العربية السعودية دولة عظمى الآن، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للحكومة الرشيدة وسمو ولي العهد. أشكركم جدا 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 على تفاعلكم معي، وآسف على كل شيء قلته، مو خوف والله، لكن في بعض الأصدقاء والشباب نصحوني قالوا ما له داعي، وفعلا ما له داعي، لأن نحاول قدر الإمكان، بس ما عاد نبي شيء. أوكي، الله يوفقكم كلكم إن شاء الله، والله يرفع من شأن المملكة العربية السعودية أكبر وأكبر، والمملكة العربية السعودية حتظل دولة عظمى.